السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: اعملوا آل داود شكرا، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا وحبيبنا وإمامنا وسيدنا محمد القائل: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحبائي في الله، هذه كلمة ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، حول شكر النعم التي أنعم الله بها عز وجل علينا. نعم، أنعم الله علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وأعظم نعمة أنعم الله بها علينا نعمة الإسلام، أن هدانا الله للإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثم بعد نعمة الإسلام التي هي أعظم نعمة في الدين، أحب أن أذكر بأعظم أو من أعظم النعم الدنيوية التي هي آمنا في سربه، الأمن في الوطن. انظروا إلى إخواننا المسلمين الذين يعيشون الخوف في أوطانهم وفي بلادهم. الأمن في الوطن، آمنا في سربه، معافا في بدنه، العافية في البدن. انظر إلى إخوانك المسلمين المرضى، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. ونسأل الله لإخواننا المسلمين الخائفين الذين في الخوف، نسأل الله أن يؤمنهم من الخوف، وهي نعمة عظيمة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي، أكمل الآية، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الثالثة، عنده قوت يومه. عندنا في بيوتنا الآن قوت يومنا، عندنا طعام يوم مدة 24 ساعة تقريبا، صح؟ الحمد لله. موجود أو غير موجود؟ الآن كل واحد لو نظر منا إلى بيته، هل سيجد في بيته طعام يكفيه لمدة 24 ساعة؟ نعم، بل يوجد أكثر من هذه المدة من الطعام الذي في بيوتنا. فنسأل الله أن يعيننا على شكر نعمته. عنده قوت يومه، فنعمة أن الله أطعمنا من جوع هذه نعمة عظيمة أيضا. انظروا إلى إخوانكم الجائعين، الجائعين من الفقراء الذين ليس عندهم طعام ولا شراب، وبعضهم يموت من الجوع ومن العطش، نسأل الله أن يطعمهم من جوع. وهذه النعم تقتضي علينا أن نشكرها، وشكر الله عز وجل يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول بالقلب، والأمر الثاني باللسان، والأمر الثالث بالأفعال أو بالجوارح والأركان. الشكر بالقلب معناه أن نعترف بقلوبنا ونقر في قلوبنا أن هذه النعم التي نحن فيها أنها فضل من الله عز وجل، وكرم من الله عز وجل، وجود وإحسان من الله عز وجل، ليست والله بحولنا. هذه النعمة التي نحن فيها ليست بحولنا ولا قوتنا ولا ذكائنا ولا خدمنا ولا أموالنا، إنما هي فضل من الله عز وجل، وإنما هي بحول الله وبقوة الله، فإننا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. الشكر باللسان بأن نستعمل لساننا في طاعة الله، ونثني على الله عز وجل بالثناء الحسن على هذه النعم، ونقول الحمد لله، ونكثر من قول الحمد لله والحمد لله رب العالمين. وفي الحديث: الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. فقل الحمد لله، قل الحمد لله مهما أصابك من مصائب، قل الحمد لله، فإنه هناك من هو أشد منك مصيبة وأعظم منك مصيبة. فالحمد لله أن المصيبة إذا أصابت واحدا منا، الحمد لله أنها ليست أعظم، والحمد لله أنها ليست مصيبة في الدين، فمصيبة الدين أخطر وأعظم من مصيبة الدنيا.
والحمد لله أن الله يوفق من شاء من عباده لشكر النعم في السراء والضراء، حامدين شاكرين في السراء صابرين. نسأل الله أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين في السراء والصابرين في الضراء، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. الأمر الثالث الذي يكون به شكر النعم شكر الله عز وجل بالجوارح وبالأفعال وبالأعمال، كما في الآية التي سمعتموها في أول الكلمة: اعملوا آل داود شكرا. هذه من الأدلة الشرعية التي تدل على أن شكر الله عز وجل يكون أيضا بالعمل. كيف ذلك؟ بأن نستعمل هذه النعم التي أنعم الله بها علينا، نستعملها في طاعة الله عز وجل ولا نعصي الله بها، فنستعملها في طاعة الله وفي الحلال وفي المباح ولا نعصي الله عز وجل بها. فمثلا الله أعطاك العقل، أليس كذلك؟ هناك أناس ما عندهم عقول، مجانين، يوجد مراكز للمجانين، نسأل الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. احمد الله على نعمة العقل الذي تفكر به وتدبر فيه شؤونك في حياتك. هذه النعمة نستعملها في طاعة الله، فلا نفكر ونخطط في شيء يغضب الله ويسخط الله. البصر لا ننظر به إلى حرام، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. السمع لا نستمع إلى حرام، لا إلى غيبة ولا نميمة ولا إلى الغناء المحرم ونحو ذلك. اللسان لا نتكلم بحرام كالغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم ونحو ذلك، ولا نسكت باللسان عن قول الواجب أيضا الذي هو قول الحق، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسأل الله أن يعيننا على ذلك، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليدان تبطشان، لا نبطش بهما في حرام. إذا اليد هذه لا نفعل بها شيئا يغضب الله عز وجل، في دفع مال في معاملة محرمة مثلا، أو قبول شيء محرم، أو ضغط زرار مثل الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الآلات هذه ليشغل شيئا محرما لا يرضي الله عز وجل، وهكذا. الرجل تمشي إلى أين تمشي؟ لا نمشي بها إلى حرام. البطن يأكل، لا نأكل حراما، وهكذا. ويتبع ذلك أيضا أعمال القلوب. أعمال القلوب أيضا هي يدخل فيها جانب في عبادة الله عز وجل، فهناك أعمال قلبية واجبة علينا، مثل الإيمان بالله عز وجل ومحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين حبا لله. وأيضا أعمال قلبية واجبة: بغض الكفار وبغض الكفار وكراهيتهم، وكراهية الفساق وكراهية الفجار ولو كانوا أقرب قريب. هذا من أعمال القلوب الواجبة. الرجاء، رجاء الله، رجاء رحمة الله، الخوف من الله، محبة الله، هذه من أعمال القلوب الواجبة. ومن أعمال القلوب المحرمة النفاق والرياء، النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر، هذا من أعمال القلوب المحرمة، بل هو النفاق الأكبر والعياذ بالله مخرج من الملة. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن أعمال القلوب المحرمة أيضا التي ننتبه لها قضية مثل الحسد، الذي هو تمني زوال النعمة عن أخيك المسلم. هذا حرام وهو عمل قلبي، لم تحرك يدك ولا رجلك ولا شيء، لكنه ننتبه بأن نطيع الله عز وجل بسرائرنا وعلانيتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يوفقني وإياكم وإخواننا المسلمين إلى أن نكون من الشاكرين على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم اجعلنا من الشاكرين على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تذكر هذا الدعاء الذي تقوله في دبر كل صلاة أو في دبر كل صلاة فريضة، تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يدع لنا ولا لواحد من المسلمين هما، اللهم لا تدع لنا ولا لواحد من المسلمين هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا أيما ليس له زوج إلا زوجا صالحا رزقته، ولا متزوجا عقيما ليس عنده ذرية
إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا خائفا إلا أمنته، ولا أسيرا مظلوما إلا فككت أسره، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا بالعافية والسلامة من غير ضراء مضرة من غير فتنة مضلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين وإياكم.